السلام عليكم. قناة الزمالك لأول مرة من فترة كبيرة طالعة بتهاجم مجلس إدارة نادي الزمالك، وبتعترف إن الأزمة اللي فيها الزمالك قوية جدا، ولازم مجلس الإدارة يتحمل مسؤولياته ويتحمل هو الموضوع بتاع إيقاف القيد ويفكه. ليه بقى الكلام ده اللي هتسمعوه؟ لأن الأستاذ ممدوح عباس رجل الأعمال الكبير الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، اللي هو تقريبا متحمل المصاريف اليومية وتجديدات العقود بقاله فترة كبيرة للاعبين وفريق كرة القدم، قرر يخلع ايده. ليه بقى؟ كتب النهاردة تويتة بيقول: الناس اللي بتزج باسمي، المصادر داخل الزمالك اللي بتزج باسمي في تبرعات لرفع القيد عن الزمالك، كل الكلام ده كده كاتب كده كلها اشاعات ليس لها اساس من الصح. لما اكون هتبرع هاعلن بنفسي. الاستاذ ممدوح عباس طبعا وليه حق خلع من الموضوع. ليه بقى؟ هما قبل ما ياخدوا بطولة الدوري المباراة الأخيرة قالوا إن في رجال أعمال وعدوا إن هما هيتبرعوا بمبالغ كبيرة في حالة الفوز ببطولة الدوري عشان نجيب لعيبة وندعم الفريق عشان نشارك في دوري الأبطال. كويس. دلوقتي حضرتك أنت عندك إيقاف قيد تأديبي فترتين، فأنت مش هتعرف تجيب لعيبة. فحتى لو شاركت في دوري الابطال، حتى لو جمعت فلوس وفكيت الرخصه، فانت لو شاركت في دوري الابطال مش هتقدر تجيب لعيبه، لان انت كده كده عندك ايقاف تاديبي. وكل الكلام اللي بيتقال عن التسويه وانه مصدق هيشهد والكلام ده كله كذب. الايقاف القيد بنسبه 99 و99% زي ما قال الاستاذ عامر عميره او المهندس عامر عميره ساري، مش هيتشال ايقاف القيد التاديبي. دي عقوبه. على فكره الناس كتير حذرت الموضوع ده زمان، اما قعدوا يقولوا الايقاف 12 والايقاف 13 ولا 14 وهم مطنشين، ويقولوا لما نخلص هنجيب فلوس ولما نخلص بالدوري هنفك القيد، وكانوا مستهترين بالموضوع لحد ما جه ايقاف القيد التاديبي هو الضربه القاضيه. دلوقتي جاليليو طالع يهاجم مجلس اداره نادي الزمالك. اسمع بس كده عشان انا ليا عند حضرتك مفاجاه كده في بعد ما نسمع هو بيقول ايه. في كاس العالم، طب مين بعد مصر؟ يعني يبقى دي لغه الحوار ما بيننا. لكن للاسف كتب على مشجع الزمالك مؤخرا ودائما وابدا الحقيقه الشقه وحرقه الدم. ومن هنا انا بعتقد ان يجب على الكل ان يتحمل مسؤولياته امام الجمهور دون اي شك. وهذه وجهه نظري، اللي عايز يشتريها يشتريها واللي مش عايز يشتريها يرميها البحر. بكل امانه يا جماعه، ومره تانية انا لا بخدع حضرتك ولا بغشك. ارجعوا ل 27 ديسمبر 2025. انا بقول لحضرتك تاريخ الحلقه بالنص. كويس؟ ارجع لحلقه زملكاوي في هذا اليوم. اتكلمنا يوميها عن قصه مصدق وعبد الحميد معالي، وقلنا ان ما حدث جريمه كامله. ليه؟ لانك مش بس بتخسر اللاعب، ما خسرتش اللاعب بس، ومش بس القصه كانت على ملاليم بقيمه الدولارات، انت مش بس هتدفع عقده بالكامل، انت مجموعة من المشاكل المتلتلة من جراء عدم دفع اموال بسيطة ادت الى او هتؤدي الى قنبلة موقوتة. جاء ميعاد القنبلة بعد 6 شهور. طيب يعني يا عم جاليليو احنا برضو ما الناس تعبانة والظروف صعبة ولازم بس خلي بال حضرتك، انا قلت لك هنا من دي 1، دي وجهة نظري كراجل درست وبدرس اعلام. للاعلام الفئوي دور في النقد الذاتي. لو انا مش مرايتك ابقى بغشك. مرة تانية، لو انا مش مراية سيادتك ابقى انا بغشك. يعني انا بحترم حضرتك وبقدر سيادتك وبدعمك كل الدعم، لكن في النهاية لو انا صحيت من النوم شعري منعكش وتعبان هنا ووشي من هنا، المراية تقول لي والله انت شكلك وحش. طيب دخلت اخدت دش وسرحت شعري ولبست كويس وبتاع، المراية تقول لي والله شكلك جميل جدا. المراية ما بتكذبش. فاعتبرني مرايتك، اعتبرني مرايتك، لان الموضوع لما يصل إلى هذا الحد مع الناس طبيعي إن أنا أنبه حضرتك، وطبيعي إن إحنا يبقى لنا دور، ولا يجب ولا بد أن نتحدث. لو مش هنتكلم دلوقتي هنتكلم إمتى؟ متفق معاك، متفق إن كل شيء بدأ من 19 أغسطس، لكن الناس مش عايزة تسمع ده. خلاص إحنا سمعنا عن 19 أغسطس ما ينبغي إنه يتسمع، ولغاية دلوقتي البديل لسه مش متحدد. لكن ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ بالمناسبة أنا كجاليليو أنا بحترم جدا جدا أي مسؤول يطلع يواجه ويتكلم.
بالذات لما تكون الموجة عالية والانتقادات شديدة و ده شخص يجب أن يحترم. إنما في النهاية بعيدا عن الشخص هناك حديث أنا لا أتقبله ولا أفهمه. هل جمهور الزمالك يستحق فحسب 4 ألقاب في 3 سنين مع تراجع تاريخي في ألعاب الصالات؟ يا جماعة يا جماعة، أنا منبر حضرتك، أنا مراية حضرتك، أرجوك اسمعني. إن الكلام دوت مش هتسمعه من حد لا غرض له ولا مصلحة له إلا الزمالك، إلا مننا إحنا. التاريخ هيذكر صعوبات طالت الفرع وطالت المقر وجاية على 100 عقبة ومعدية، وهيذكر أيضا عدد قضايا تاريخي بعد كم من المطالب ومن الأمنيات اللي توقعناها وصلت للسقف. أنا ما كنتش منتظر الدنيا كلها، لكن سمعت هذا الكلام، سمعت الدنيا جميلة، وسمعت هيبقى فيه شكل أفضل، وسمعت. فلما أصل إلى إن ربنا يطبطب علينا بدوري هشارك منه في دوري أبطال أفريقيا، أنا هنا قبل العيد قلت لحضرتك هلا على الجد، إحنا محتاجين إيه؟ دوري أبطال أفريقيا. أنا هنا قبل العيد قلت لحضرتك هلا على الجد، إحنا محتاجين إيه؟ دوري أبطال أفريقيا. محتاج أعمل إيه؟ أدعم الفريق دوت بكل قوة. إزاي؟ عشان أخد البطولة، عشان أسقف وهلل. لا يا باشا، عشان الفلوس. لأن فوزك بدوري أبطال إفريقيا، في غياب الفريق اللي أنت بنفسك أقصيته بره البطولة، الموسم الجديد دوت هيفتح لك نافذة أمل. الأمل اللي لازم نزرعه للناس، الأمل ثم الأمل ثم الأمل. لازم يبقى عندي طاقة إيجابية مش إحباط للناس. وده رسالتي، دي رسالتي دلوقتي لكل مسؤول ولمجلس إدارة نادي الزمالك. طبعا في بداية ما كانوا لسه المهندس عامر عمارة أعلن موضوع إيقاف القيد، طلعت ناس تشتم في الراجل وتهينه بألفاظ وحشة جدا وكذاب وهباد والله شفت تعليقات لناس زملكاوية بيشتموه بألفاظ وحشة جدا. لما ثبت ان الراجل كلامه صحيح، المفروض من الرجولة والشهامة انك تطلع تعتذر له. لكن الكلام ده لما بيكون في رجولة وفي شهامة، لكن ده ما حصلش. الناس قطعت فيه وفي الاخر طلع ان كلامه صحيح. المفروض انت لو كان الموضوع صح كان المفروض تستفيد بخبرة الراجل ده او تستفيد بتنبيهاته، يمكن تلاقي حل، يمكن تشوف طريقة تقدر تشيل بيها المصيبة السوداء اللي انت وقعت فيها. وبعدين تعالى بقى في المفاجأة المهمة جدا جدا. حضرتك عملت ابليكيشن وبتلم تبرعات من الجماهير الغلبانة الكادحة اللي بتشوف تمن التذكرة عشان تروح تشجعك. انا ما بقولش كده عشان اهلاوي والله، حتى لو الاهلي اللي بيعمل كده. خدت التطبيق ده وانت بتضحك على الجماهير وبتقول لهم احنا عشان نفك القيد. عشان تفك القيد على اساس ايه؟ انت كده عندك ايقاف قيد تأديب. يعني انت كنت بتضحك على الناس. ورجال الاعمال اللي كانوا وعدوك ان هم هيتبرعوا، حضرتك كنت مخبي عليهم الخبر، وهشام نصر بلسانه بيقول اصل كانت في ناس هتمولنا واحنا ما رضيناش نقول. يعني انتوا كنتوا بتضحكوا على الناس، يعني بتضحكوا على الجماهير وبتضحكوا على رجال الاعمال عشان تلموا الفلوس، وانت كده عارف انت كده عندك ايقاف قيد تأديبي. دي تسميها ايه؟ ايه العقليات اللي بتتعامل مع الناس دي؟ وعلى اساس ايه انا هتبرع لك وانت كده مش هتفيدني بحاجه؟ حتى لو خدت الرخصه باي طريقه كانت ورحت شاركت في دوري الابطال، انت مش هتعمل حاجه لان انت مش هتجيب صفقات. وازاي هتاخد الرخصه وحضرتك ما انتش هتقدر تدفع 10 مليون دولار لان الوقت بيعدي؟ انت كنت معتمد على تبرعات الاستاذ ممدوح عباس، رجال الاعمال المحبين. دلوقتي الناس واخد صدمه في حضرتك، واخده صدمه فيك وفي مجلس ادارتك، ومش هيقدروا يتبرعوا لك باي حاجه لان ما عندهمش ثقه في ان المجلس ده يقدر يعدي من الازمه ولا يقدر يعمل حاجه. هي دي المشكله، الكذب على الناس، عدم المصارحه، هو ده اللي خلى مجلس الاداره وخلى نادي الزمالك موقفه صعب جدا.